أهلا بيكم في قناة التاروت وأسراره. حبايبي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. يلا بينا نعرف النهاردة فيديو النهاردة. حبيبك نال الكارما بتاعته، ربنا جزاه على قد ما عمل فيك. يلا بينا عشان ما نضيعش وقت. معانا 3 قرايات، القراية الأولى والتانية والتالتة بالأحجار النهاردة. برضو الحجر الأول حجر جميل ده وطاقته حلوة. حط نيتك على الحجر. الحجر التاني أصحاب القراءة التانية، الحجر التالت أصحاب القراءة التالتة. يلا بينا حط نيتك على الحجر اللي تحس ان هو شدك اكتر كده، ويلا بينا نعرف حبيبك نال كرمته ولا لا. بسم الله. الحجر الاول، بسم الله. كده حبيبك بالفعل نال الكرمة بتاعته، ندمان جدا على ما فعل. بيعترف لنا ان هو بوظ العلاقة بينكم وهو دمر العلاقة بينكم. انا شايفة كروت حب كبيرة قوي 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 قوي. حبيبك نال الكرمة بتاعته ونال الندم كمان. بص، ندمان جدا، زعلان جدا، وحيد، مكتئب، ما بيتكلمش مع حد، منعزل، في عزلة، في وحدة. ندمان على كل اللي حصل بينكم، ندمان على الحب اللي هو استهتر بيه وان هو ضيعه. ما بينامش الليل من كتر ما هو زعلان، من كتر ما هو مهموم، من كتر ما هو بيفكر فيك، من كتر ما هو حزين. فنال كرمته، نال كرمته قوي. بس الطاغي اكتر من الكرمة حبه ليك. حبه ليك رهيب، حبه ليك رهيب بجد. يعني انا شايفه حب كبير قوي بجد والله. شايفه حب كبير ليك. هو بيعترف لنا برضو، بيقول لنا ان انت حد طيب قوي وحد جميل قوي وحد راقي قوي وحد محترم قوي. هو بيعترف لنا ان ما ينفعش يعوضك، مش لاقي ست غيرك. بيعترف لنا هنا برضو ان انت حبيبه الابدي، حبيبه لطول العمر. ان هو ندم انه ما ينفعش يخسرك تاني. يعني هو بيقول لنا نفسه يرجع يتواصل معاك، ونفسه يرجع عايز يجيلك يجري، عايز يجيلك بسرعة. طبعا ده اللي يدل ان هو نال كرمته وعرف قيمتك خلاص. بيقول لنا هنا برضو انا عايزه اجيلك بكاس الحب، عايزه اجيلك بالحب. انا بحبك، انا مش عارف استغنى عنك، خايفه اجيلك وخايفه امشيلك، تكسفني تجرحني. هو هيجيلك على فكره بالفعل. هو جاي ليه؟ عشان عرف واكتشف في الاخر ان انت نصه الحلو، النص اللي بتكمله، النص اللي بتملى كيانه. ما ينفعش يقدر، مش عارف يستغنى عنك. انت كنت كل حاجة بالنسبة له، انت كنت بتكمل له روحه وسعادته، وكنت بتقول له احلى كلام في الدنيا، كنت بتسمعه احلى كلام. كان بيحس ان هو ملك كده لما كان بيسمع كلامك. نفسه يرجع تاني وعايز يبقى فيه لم شمل تاني بينكم. مش عايز يخسرك علشان اللي عمله، لان هو عارف ان بوظ الدنيا. نفسه في نهار، نفسه في دنيا تانية من أول وجديد تتفتح بينكم انتوا الاتنين. نال كرمته بالفعل وندم وحزين جدا. بيقول لنا أنا نلت كرمتي وأنا زعلان، أنا ندمان. فده يعني حاجة تأكد إن هو شكرا، يعني كده نال كرمته تالت ومتلت يعني. آم، برج الأسد، برج القوس، برج الدلو، برج العذراء، برج الميزان. واللي حابب قراءة خاصة يتواصل معايا من داخل مصر 015 54660065، أو من خارج مصر 002015546600065. اللي حجز القراءات الخاصة يتواصل معايا على الواتساب، وإحنا نعرف طاقته ونهكر طاقته ونعرف كل حاجة عنه. دي القراية الأولى. تمام. القراية التانية، الحجر التاني. اختار الحجر ده. يلا بينا. حبيبك نال كرمته. حبيبك هنا بيقول لك انا نلت كرمتي ما نلتش كرمتي، انا بحبك. هو يعني صريح قوي، واضح قوي.
انا بقتنع جدا لما بينزل لي الورق كله حب كده، يبقى هو نال كرامته. ما هو بيحب وبيحن للذكريات القديمة اللي كانت بينكم، وعمال يراقبك وبيبص عليك ومش سايبك، ومهر مراقبة، وشغوف عليك جدا جدا جدا، ومش عارف ينساك، وبيحبك حب لدرجة انك عملت له صداع في دماغه. بيشتغل على نفسه وعايز يصلح العلاقة تاني اللي باظت. يبقى نال كرمته ولا لأ؟ عمال بيراقب فيك ومش عارف ينساك، عمال يراقب فيك، عايز يرجع يتواصل معاك، وعايز يكلمك، وعايز يجيلك في أسرع وقت، يبقى نال كرمته ولا لأ؟ عايز يرجع يلم الأسرة تاني، وعايز يبقى فيه تواصل تاني، عايز يبقى فيه بيت، عايز يبقى فيه فرح، عايز يبقى فيه سعادة، عايز يبقى فيه ترسيم، يبقى نال كرمته ولا لأ؟ نفسه يرجع يتواصل معاك بهدية وبمكالمة تليفون قريب، يبقى برضه نال كرمته ولا لأ؟ نفسه إن الدنيا تبقى تروق بينكم، وعجلة الحظ ترجع بينكم تاني، ويبقى في تواصل بينكم تاني، يبقى الشخص ده نال كرامته قد ايه؟ لما كل الحب دوت باين، لما بيصدع من كتر الحب، لما بيحب وشغوف قوي، لما الذكريات مجنناه مش عارف ينساك، يبقى الشخص ده ايه؟ نال كرامته تالت ومتلت. هنيئا ليكم. اللي حابب برضو قراءة خاصة يتواصل معايا على 015 4 6 6 0 0 6 5 من داخل مصر، ومن خارج مصر 00201554660065 لحجز القراءات الخاصة. ويلا بينا نشوف الحجر التالت. أصحاب الحجر التالت اللي اختاروا المجموعة رقم 3، يلا بينا. بسم الله. حبيبك نال كرامته ولا لأ؟ الثلاث قرايات بسم الله ما شاء الله كلهم احلى من بعض. ناس بتاخد حقوقها قوي 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 المره دي. بص، برج الميزان عايز يرجع يديك حقك. برج الميزان والناس اللي ليها اوراق حكوميه هتخلص برضو الفتره دي. الناس اللي بتسمعني ليها اوراق حكوميه في المحكمه، او اوراق معينه بتخلصها ايا كان، ربنا هيرضيكم وهينصركم وهيديكم حقكم، والميزان بتاع ربنا عادل هو موجود يعني. طبعا نال كرامته تالت ومتلت يعني باين. بيقول لنا انا شلت هم كبير، بيقول لنا انا شلت هم كبير وكنت مضغوط وعندي مشاكل كتير. بيقول لنا انا ندمان، انا ندمان ومتحسر عليك. انت كنت مقدم لي كاس الحب وكنت بتحبني، وانا كنت ولا انا هنا لحد ما وصلت للندم. انا قاعد ندمان ندمان. انا بعترف لك وبقول لك ان انا كنت شخص متهور، كنت شخص مش حاسم اموري معاك، كنت شخص صعب، كنت شخص تعبك، كنت شخص هوائي قوي، هوائي. باجي بمزاجي وامشي بمزاجي، ما كنتش عامل حساب للعلاقه، ولا كنت بحترم العلاقه. انا كنت شخص كده على الله حكايتي زي ما بيقولوا. بس انا بحبك حب كبير، مش قادر انساك، ونفسي ارجع اتواصل معاك تاني. بيقول لنا انا ندمان وقاعد لوحدي ومعزول، معزول. انا سايب الدنيا كلها، حتى لو في وسط ناس وحتى لو قدامي ناس، حاسس بالوحده، حاسس بالعزله. انا مهزوم، انا مكسور، انا تعبان. بحاول اتوازن وبحاول اكون متوازن واعرف اعيش، بس انا مش عارف اعيش. انا تعبان نفسيا عشان خسرتك، عشان خسرت شخصيه طيبه وشخصيه جميله زيك. شخصيه فعلا ملكه، ملكه، شخصيه جميله ما ينفعش اضحي بيها. حاجة جميلة ما ينفعش ان انا ابيعها. نفسي ارجع تاني في لم الشمل تاني، ويبقى الاسرة تاني من اول وجديد مع بعض. ندمانة على كل اللي عملته، وبيقول لنا ان انا نلت كرامتي، نلتها تالت ومتلت بالوحدة اللي انا فيها دلوقتي، والندم اللي انا فيها ان انا فيه دلوقتي، وضغط والمسؤولية اللي انا شلتها. يعني كروت الندم واضحة قوي، والكارما كمان واضحة قوي. يعني نال كرامته تالت ومتلت. يعني حلو، يعني حلو لما الواحد بيسمع ان هو الشخص اللي اذاه او الشخص اللي تعبه نفسيا نال كرامته. انا شخصيا بفرح يعني لما شخص اذاني ودمرني نفسيا، ودلوقتي بتفرج عليه قاعد ندمان، دلوقتي قاعد ندمان. بيقول لي انا شلت هم، بيقول لي شلت ضغط. فافرح، افرح واتبسط. ربنا كرمكم ورضاكم ان انتوا نال كرامته الشخص اللي تعبكم نفسيا.
واللي برضو حابب قراية خاصة يتواصل معايا ونهكر كل طاقته ونعرف كل تفاصيل حياته بالظبط كده ايه. اللي حابب قراية خاصة يتواصل معايا على 015 466 0065، وده من خارج داخل مصر وخارج مصر 0020554666 ويا رب تكون القراية عجبتكم، واللي حابب طبعا قراية خاصة يتواصل معايا، وأشوفكم على خير.